التواضع، إذ أن من تواضع لله رفعه. كثير من المتعالمين إنما أوصلهم إلى ما وصلوا إليه من الغرور إنما هو التعالم والتكبر والغرور والانخداع بما حصل من علم يسير. يقول بعض السلف: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ومما استفدته من شيخنا الشيخ حماد رحمه الله تعالى، وهو من مشايخ الدعوة السلفية المباركة على نهج أئمتنا الأفاضل قديما وحديثا، قال: إن العلم 3 أنواع: علم يورث الكبر، وعلم يورث الخشية، وعلم يورث التواضع. ثم فصل رحمه الله وبين أن بعض من حصل علما قليلا ثم أخذ يتباهى به على الناس ويتقعر ويتفاصح ويختار الكلام الغريب ويأتي بغرائب الأمور ويخالف في فتاواه ويتسرع في الفتوى وما إلى ذلك، هذا هو العلم الذي يورث ماذا؟ الكبر. يورث الكبر. قد يكون عنده شيء من العلم لكنه أضاعه بهذا الكبر. إذا شعر بنفسه أن هذا العلم يجعله يتعاظم على الناس ويتكبر فليتق الله وليتنبه إلى أنه وصل إلى مرحلة خطيرة. هذا العلم يورث الكبر. وكثير من أرباب الفضائيات الذين يغتر بهم بعض الناس من هذا القبيل. وعلم يورث الخشية. العلم الذي يورث الخشية هو العلم الذي يعمل به صاحبه كلما حصل علما عمل به ودعا إليه بعد التثبت منه والتحقق، وبعد أن يتتلمذ على العلماء الربانيين ويثني الركب عندهم. فهذا العلم يورثه الخشية. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعلم يورث التواضع. إذا خشي الله النتيجة ما هي؟ تواضع لعباد الله. إذا خشي الله تواضع لعباد الله. وهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. إذا نحن في الوصية السابعة ما هي؟ التواضع. فتواضعوا لله يا طلبة العلم ويا مسلمون، فإن ذلك يجعل المسلم صافي القلب، صافي النية، صافي المشرب، يعني يتحرى الحق، دائما يشعر بأنه مقصر في جنب الله، يشعر دائما بأنه ما حصل شيئا بالنسبة لغيره من العلماء الربانيين، فيتواضع ويستكين لله عز وجل ويبلغ على قدر ما أعطاه الله تبارك وتعالى، ولا يتجاوز حده الذي حد الله له.